السلام عليكم، حياكم الله اخواني. ما احب اكرر الحكي اللي نحكيه حتى لا يصير ممل. الاخوه اللي يسالوني على موضوع اللقاح، اني ما عندي مشكله ويا الادويه، اني مشكله خاصه ما عندي ويا الادويه، مشكله عامه عندي ويا الادويه، اني ما استعملها، ما لي علاقه بها، ما تخصني. زين، انت تكتب لي شو تلقح، تجيني خاص تقول لي عندي وجبه جاهزه اريد لقاح. زين، اني ما اعرف ليش اسولف لك شيء ما اعرفه، يعني اورطك واقول لك روح خذ من فلان او خذ فلان نوعيه. زين، انا اصلا ما اعرف النوعيات. على هذا تسالني يعني ليش ما تلقح؟ قناعات، انا ما مقتنع. هسه كورونا هاي اللي موتت العالم كلها، ما لقحنا نفسنا. القح طيري؟ ليش القح؟ هسه انت لما تروح على واحد تشتري من عنده فرخه، سواء ابو جمباز الله يرزقه او ابو دايه الله يرزقه، راح يقول لك ملقحه ولقاح درجه اولى. زين، تاخذها راح تموت، تجي تتساءل يابا ليش ماتت الطيور مو ملقحه؟ يقول لك ايه، مو هي تموت، بس اللقاح يخليها تتجاوب ويا العلاج بسرعه، يعني احسن من مال ما ملقح. هاي عجبه يعني اللي ياخذ له 500 طير يموت من هنا 400 ملقحات. يعني ايش منتظر؟ يعني اذا اخذ المملقحات يموتن 500 مثلا، لو يموتن 600 وهن 500، نعمه وفضل من الله. صرنا ودرنا الرب فرخه ما نلقح. زين، مرات اخذ من الطيور من عالم طلع ملقح، بس شو اسوي؟ لا مشكله يعني شغل ارجعهن ما اقدر بعد. انا مثلا حجزت وجبه بالتوالي اكثر من وجبه والله، زين، وملقحيها، شو اسوي؟ لا خلاص انتهت. مثل الورطه، يعني انت محتاج فرخه، تريد صعد فرخه، انت من تريد فرخه يعني تريدها حار السطح ما يفرغ. اني عن نفسي ما عندي قناعه بالادويه، لا مشكله ويا الدواء ولا ويا شو اسمه. تجي تقول لي هذا طب وهاي شركات عالميه وهاي تجاره عالميه، اي راح اقول لك تجاره عالميه. زين، تجارة عالمية، وتنحرج تروح هسه الطبيب بيطري السلام عليكم السلام، قاعدين فد 10، انت نظيف ومرتب وطاب شايل طيورك ويحكي لك العلاج وما اعرف شنو، يصفط لك اياه ويعطاك اياه وقال لك 200,000. حرجك قدام العالم، شو تقول له؟ ما اريدن، لا تعطي 200,000 عمرك لا تطلع برا. زين، اكو واحد اسمه حماوه، تحياتي له، هذا معالج بسوق الرضا بالمدينه، الاخوه المدينه يعرفوه. هذا تروح لاقوى علاج عنده ب 2000 دينار 3000 دينار، ويعيش الطير، يعيشر الطير، ما حد اخذ من عنده علاج لا ما عاش. مع العلم هو الرجال ما عنده شهاده، ابو خبره. زين، واني طبعا يعني اشيد بهذا الموضوع، ابو الخبره اشوفه يعني قاعد يسوي الشغلات له افضليه وله ميزه، لاني متعايش ويا الوضع، شايف مرات مضمد احسن من الطبيب، هي هيك. زين، فقلت لك انه الموضوع يعني صلخه جول تجاره، وهذا مسرع، وهذا فاتح شهيه، وهذا رافع مناعه، وهذا ما اعرف شنو، وهذا للتزاوج، وهذا للسرعه، وهذا للفكه. صلخ فلوس على مودك؟ لا. على مود حماماتك؟ هم لا. زين، انا بالنسبه لي ما انطي الطير ما محتاجه. تجي انت تقول لي اعطي ديدان، يا بطيورك بيها ديدان؟ لا، وقايه. شلون وقايه؟ انت جاي تعطي علاج، يعني انت هسه الله معطيك صحه وعافيه وكل شيء ما بيك، تروح تاخذ دواء فلاونزا، زين، دواء رشح، تشرب بنادول مال راسه يوجعه، انت ما بيك شيء، ليش تاخذ؟ تقول لي وقايه؟ ما يشتغل وقايه، هذا علاج. زين، هذا علاج مو وقايه. الوقايه شنو؟ اكلك نظيف، اهم شيء اكلك عراقي، لا حد يقول لك غير العراقي. اكو شغلات مثلا القرطب هذا سوري، هذا لين عراقي ما عندنا هيك، بس الهرطمان العراقي، الدخن العراقي، الحنطه وقتها يعني للدايه، بالشتاء تنطي حنطه، بالصيف تطي الطيور، كلها شعير مهبش. هذا العراقيات، العراقي بملوحته بتربته بطينته يمك، ما مشحون بالبواخر وظال ايام وشهور بالبحر وتخزين وجيبه وودي، جيب لك اياه الدخن من اوكرانيا، يشتعل سلفه يلا يوصل لك. زين، فالخلاصه اكلك ثم اكلك ثم اكلك ميك، الطير نفسه ما تداور. يعني اذا جبت اليوم هساني
جبت من السوق 5 الله شاهد، خليتني يومين او 3 ايام بالبرج هناك بالبيت عندي، زين مو بيت اخوي، هذا بيت اخوي، هناك عندي بالبرج. شفتهن طبيعيات، ما بيهن شيء، ما بيهن مشكله، جبتهن هنا. مو اجيبه قبل خليه بالخانه الطير يطلع بيه مرض يضرب لي الطيور كلها. زين اشتريت طيور، اشتريتها شروه كامله، افحصها ما بيها شيء. هسه انا اجلني اخذتها من ميسر اخوي، يمكن طلعت 33 طير، بين المو حلو، بين اللي بيه حبايه سمنله، بين اللي تعبان، بين اللي عظم صدره طالع، ما اريد الرجل ما قال لي شيء. عوفه. زين فانت ما ملزم يعني توصل مرحله تعالج. زين تقول لي اكو امراض انتقاليه، اي على عيني وراسي، المرض يجيك من العصفور، من الفختيه، من الشسمه، بس شنو المرض اللي ما اقدر اعالجه؟ انت هسه كبشر انت كل الامراض عندك طب اعشاب، كل الامراض. زين كل الامراض، واذا ما تعرف روح اقرا. كل الامراض لك طب اعشاب، اشرب فلان شي، فور فلان شي، اكل فلان شي، عرق، سوي فلان شي، كل الامراض. زين انا صاحبي 9 سنين الله شاهد، وهاي نعمه الله ما يخلف. زين يعني اسم الله عليك بطاعة في الشغله بسيطه، في شيء اسمه صلايب، البعض يفتهموها. زين صلايب جراحه، كتبوا له حبه حلوه وعسل، ما شاء الله عنده 7 هسه ما ادري ايش قد داخ وراح وعالج وش اسمه بدون نتيجه. اني مو اقول لك اشجع على طب الاعشاب ولا فتشي، ولا اقول لك تعال روح اثرم بصل والثوم وهاي. انت تريد تروح تشتري قناعتك، انت تسالني انت شو تسوي، هذا اللي اسويهن. 1000 مرة قلت لك اني ما انطرح زوج، مو على مود موضوع ماده لو فتشي لو هاي. يا ريتك تشتري علاج يصحى طيرك، يا ريتك. اتمنى امنيه انه تاخذ علاج ال 100 طير وجعانات ويقومون 90 ويقومون 80 ويقومون 70 عمي، ما يقومون هيج. زين ما يقومون هيج. يطق طير مسرع فاتح شهيه تنفسيه ما ادري شنو، طير سوي طلع قبل، كله قبل ما يوقف. هو زاجل من يطول التنفسيه ما يوقف، يطلع قبل يندار راسه. تريد الاحمر هذا الاسود يفتهم. اخوان ما يعني هذا موضوع العلاجات والادويه انا بعيد عنه. وشي تسالني والله العظيم واحد البارحه ضحكني بالقران، ضحكنا مو البارحه اليوم الفجر فاتح بث، زين قاعد يم الدجاج فاتح بث، الشباب كانوا موجودين، قال لي عندي حاله صارت بالطيور، طير مات وما عرفت شنو علته، وهسه قاعد يموتن واحد، شنو السبب؟ يعني صفنت اني نعسان، قاعد اقرا غلط، اكو مفاهيم ما واصله بصوره صحيحه، يعني جاي احكي شيء. يعني هو طيرك عندك ميت، انا اعرفه شلون، ما اعرف التعويذات، اقرا الممحي اني يا اخوي. زين ترى طبيعي الطير يموت، هو البشر قاعد يموت، يجي فجاه وسكته قلبيه ويموت، جلطه بالدماغ ومات. هذا طير ممكن يقرصه بريص يموت. زين فاخوان تهتم بموضوع الاكل، شيء اساسي. زين تعطي وجبه واحده، مو انت تارس لي المعالف اكل صبح وليل، خلي اريقها، خلي اغديها، شكها ايش طلعت هاي، صبوا لها بيض وسوي لها المندي. وجبه واحده، يبقى اختلاف الكميه من فرخه، من دايه، من طير يطير. زين تختلف الكميه وتختلف النوعيه، طير يطير ياكل نعم الدايه تاكل خشن، الدايه اذا ما جوهت. هساني هاي كانت مفروده اكلها قليل، لما طبقتها تحتاج اكل، تحتاج كالسيوم، لان راح تتزاوج راح تبيض، زيدت لها الاكل. من يصير عندها فرخه ازيد لها الاكل اضاعفه. زين نفس الوقت هسه هي ساعه بالخمسه راح اعش، انا بالاربعه بالخمسه هذا بين الفتره هاي اعش، لان انا بيتي بعيد اجي بالسياره او بالدراجه لهنا. مو هذا موضوعنا. الفرخه لما تنعزل امهاتها تظل على اكل امهاتها، اذا تشتريها من صاحبها تاخذيها قونيه اكل. زين الى ان تخفف الدرجه يصير اكل خفيف. طير المطيار اكله خفيف، بس هي كلها وجبه واحده. زين ما تعرف ايش قد تاكل طيورك، اوكي اترس المعالف، خلي حسبة كيلو، وين خلي نفرض ترست المعالف وخر عنهن، خلي ياكلن شبعا، اللي الطير يشبع يوخر، شبعا وخرا جر المعالف. ايش قد اكلن؟ خلينا نقول كيلو ونص، هذا مقياسك يوميا، خلينا كيلو ونص. المقطع راح يخلص، شو اسوي له؟ هي ترى هذا تيك توك 10 دقائق، هذا حده. احتمال اصور فيديو ثاني لان نسولف وياكم. حياكم الله، مع السلامه.